عزيزة لي ثقافة مغربية، حيت الماكلة زوينة، الخضرة طرية، كيعجبني نطيب كل شيء الماكلة في المغرب. اللوبيا، بصارة، طاجين ديال الكفتة، طاجين دجاج بالحمر مسيار، لادس ضروري لادس. كل شيء سكسو. عندي تكشتة، عندي جلابة، عندي بزاف هوايج في المغرب. السلام لاباس الحمد لله. عيد مبارك. الله يبارك فيك. ناس un parte. Business. ناس سمام صباح الخير بصحة. جدور بنين بزاف. يلا مراكش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديديكاس ديال روع ماروك محمد 6، وأنا سميتي إيرينا، أنا من روسيا وأنا بنت عايشة في المغرب عزيز عليا بزاف وأنا كنموت مغرب ومع روسيان باسبورت بوسبو عايشة في المغرب 3 شهور وصافي، وأنا بريت 1 عام ولا 2 عام ولا 5 عام ريبريتي. واش ممكن أعرفك أعطيني ليا كارت سنجور ولا باسبورت مغربيان؟ بلا مغرب خيا ديالي والو والله، والله الوطن الملك. وفين روع ماروك محمد 6. أنا سبت الميسج جاوبني أعرفك ولا جاوبني برجولة، جاوبني أعرفك. أنا تفكرتك مغرب بزاف. أنا مسافر روسي بلا مغرب أنا والو. وي خويا بنسور، شوف تطواج ديالي مغربي، تطواج ولكن فيزاج ديالي روسية ولكن في قلب مغربية. Say something with Moroccan dialect. Anything you know. In Morocco. Yes, any word. Salam. شكرا بزاف. شكرا بزاف. I'm Falek. No. Huh? I'm Falek. I am What does mean I am fal? It's please. No. أنا فرحان. You want to say أنا فرحان? I'm happy. Okay. No. No, please. Please. عافاك. I'm fake. Okay. عافاك. فيها جوع. تعانا في جو بزاف. شنو بغيت نقل؟ أنا بغيت بابوش. me too. I want to eat snail. أنا بغيت نقل بابوش. كاين شي بلاصة خويا؟ أنا عارف وحدة من هنا. قريب؟ تريد بزاف ولاية. اوكي صافي يلا نمشي. يلا هذا. شوف كبير، أنا خايف شوية، كبير بزاف. Alors, please. Cheers mates. Yeah, cheers. الحمد لله اليوم وجدت السفنج، واحيانا وكل يوم انا امشي في هذا الشارع، واحيانا هناك سفنج واحيانا لا اعرف السبب لماذا بنفس التوقيت وكل يوم، لكن اليوم الحمد لله انا وجدت السفنج متوفر، واليوم سيكون جيد احسن من قبل بسبب هذا. أنا أحب عصير البرتقال المغربي حباً جماً. عندما أعود إلى الولايات المتحدة أنا أبحث عن عصير البرتقال مثل هذا ولا أجده أبداً لا يوجد في الولايات المتحدة، لكن هنا خاصة في رمضان أو خلال رمضان أنا أشرب عصير البرتقال مثل لتر أو بكمية كبيرة جدا. أنا أحب هذا العصير.
حجة تبارك الله عليك. دابا شنو ما تحقرني انا غير باديه والناس كيتحقروا. شنو علاش الحجة انا ما حقرتكش؟ علاش حقرتي؟ تقول تبارك الله. شوف شحال زعما زربت عليه زربت عليه. كتبغي شي كاشة دابا باش نغطيه شنو غطي به؟ كاشة بقات غير وجهك. تغطى غير ديك ودن واحد. ودن وحدة. تبارك الله عليك. إلا عندك غير ايد واحد اللي جا البرد تقدر تغطى. ما نخلصكش انا المرة الجاية ماشي نهضر معاك. كتخلصني هاد المرة. ما نخلصك على كاشة لا تصاوبي. كاشة. إذا بغيتي هذاك الكاشة الأولى غنصاوب نقدر نعطيها ليك شي 400,000 ريال. 400,000 ريال؟ ما عرفتش شنو قلتي. لا إله إلا رسول الله إلا جيك سيدنا محمد على ما جاي علي. عشية تهدية. تيني اليوم وياك. عشية تهدية وصافي. اش باش كنتي في المغرب كتعرفي لي انا والبنات. هاي على بزز. بزز الناس كيقولوا لي شو انا ماشي بزز عاوتاني. واش فيك بزز أيوب؟ كتفكر عند بزز تيدرس بزز. شنو ما نعرف بزز. تبارك الله على الحاج. باي السلام عليكم حبيبي. Nobody. Pay. I'm in a grocery store in Morocco and look at how different it is. They have all of these, I guess like spices, but it's more just like a mixed mash of all sorts of different Moroccan things. Some of it that I've never seen before. This looks like it's like a cookie that's cooked inside of a date. And then they have walnuts and dates. I think this is all like the fruit and nut stuff. These are like cardamom almonds. And yeah, they just have this entire section. It's all uncovered and it's all like really pretty. I feel like I've never seen anything like this in a grocery store in the US, maybe in like a Whole Foods, but over here are the spices. And it's not really like one category. Over here is the preserved stuff. So here is the olives, and then this is semen, which is like salted butter. I know that one of my favorite Moroccan things to eat is missemen, which is like a pancake with this on it. And yeah, you just get like your salted butter with your olives. Over here are Moroccan preserved lemons. That's also really good. They have tiny little things of saffron. Preserved lemons. And yeah, I just think this is really cool. It's all sorts of stuff. Look at this. In Morocco, the basic requirement is you should be able to pour your tea from 30 centimeters high. For Americans, that is 1 foot. And this is all part of the Berber, aka Amazigh people's tea ritual. The first step in the tea ritual is mixing the burning hot water with a ridiculous amount of sugar. As you can see, they really take the sugar seriously. Pouring the tea like this aerates the drink and cools it down so you can actually drink it, and it mixes the sugar so that you get a better drink overall. You're also never supposed to drink just 1 cup, but 3, which is actually not that hard because the cups are teeny tiny. A saying goes, the first cup of tea is gentle as life, the second is strong as love, and the third is as bitter as death. And you're still supposed to drink all 3. If you're visiting Morocco like I am right now, you will be served a Tay tea at every single meal, at breakfast, after dinner, late at night. It's pretty much never ending. But what's interesting is that they do not grow tea leaves in Morocco. While the mint, which is a major component in a Tay tea, is local, the tea itself has to be imported. And Morocco was the 7th largest importer of tea in the world in 2024, and they spent over $250 million on tea imports. Up here in the High Atlas Mountains, they do things a little bit differently than the rest of Morocco, and sometimes they will mix the tea with thyme or other herbs instead of just mint, which makes this all the more unique a place to visit. Look at this. This little clay pot is actually an ancient Moroccan lipstick called Akerfassi, and it goes back hundreds of years. So what you do is you take your spit and you make this, give more spit. You make this red, and then you take the pigment that you dislodge with the moisture of your spit and you rub it on your lips, or even, this flies here, or even I've been told you can put it on your cheeks. I wasn't using enough spit before. And then you put it on your lips, and you can see the more wet it is, the more spit you use, the more pigment you get.
and it gets really pigmented. But the name Aker means red and Fassi means Fez, which is the city where this originated from. I'm in Marrakesh right now, and that city is just a little bit north of here, but it is another ancient medieval city. So it's super cool, and one of these should last you for a really long time. This is probably the most interesting purchase I've made in Morocco as a souvenir so far. But they're like, Hakimi, come back, Hakimi, come back. And now I'm allowed to finish the next little bit of the hike. It's 1 hour until the next village. Made it to the top of the mountain, or to the village. The top of the mountain is still like a 2-day hike. It is amazing up here, and now I have to turn back. وكما شفتوا خوتي خواتاتي هنا كيسالي الفيديو ديالنا. ما تنساوناش من واحد لايك كومونتير سبسكرايب فعل زر الجرس باش يوصلك كل جديد من عندنا ان شاء الله في الحلقات المقبله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دائما الله الوطن الملك.